الزمالك وكايزر تشيفز وايه المطلوب من كابتن احمد عبد الرؤوف في ماتش بكره. اهم حاجه محتاجها نادي الزمالك تحصل بكره هي الثلاث نقط، لان المصري كسب النهارده زيسكو واصبح متصدر المجموعه. انا مستغرب ان المصري كسب زيسكو بكل سهوله، مع ان نادي الزمالك كان محسس ان هو بيلاعب بايرن ميونخ. الماتش كان صعب جدا على نادي الزمالك وكسبنا 1-0 بالعافيه، وكمان كان اخر اللقاء في الشوط الثاني كان كل جمهور الزمالك كان حاطط ايده على قلبه. الماتش كان صعب جدا وكنا ممكن نتعادل او نتغلب. انا ما اعرفش ايه السهوله اللي حصلت الماتش النهارده مع النادي المصري، بس كويس النادي المصري كده اصبح متصدر. ان شاء الله نادي الزمالك يكسب بكره ويبقى برده 6 نقط، ويبقى هو والنادي المصري متصدرين، عشان الماتش اللي جاي هنلاعب المصري رايح جاي، حد فينا يكسب ماتش والتاني يكسب ماتش او نتعادل الماتشين نبقى احنا الاثنين ضمننا صداره المجموعه. دي الحاجه الثانيه في ماتش بكره، لو هنتكلم عن التشكيل او مين يبدا او مين ما يبداش، كابتن احمد عبد الرؤوف بكره ما باليد حيله. الراجل ما عندوش نص ملعب تقريبا، بيلعب بشحاته لوحده، يا اما هينزل محمود جهاد او سيف جعفر. فالراجل اصلا ما عندوش اوراق ممكن يبدا بيهم الماتش ويضمن بيهم المكسب بتاع بكره. فمش عايزين ناس كتير تتكلم عن احمد عبد الرؤوف، احمد عبد الرؤوف يمشي، احمد عبد الرؤوف ما يمشيش. الراجل اصلا ما لعبش بقايمه كامله من ساعه ما مسك تدريب نادي الزمالك، فبلاش لوم كتير في الراجل. كده كده الزمالك مليان مشاكل ومليان اصابات من ساعه ما الراجل مسك تدريب النادي، فمش لازم نلوم كابتن احمد عبد الرؤوف في البدايات. لسه الراجل بيتعرف على الفرقه، نادي الزمالك مش سهل عليه اي حد يدربه. نادي الزمالك فريق مليان مشاكل، من اداره لجهاز فني للعيبه. الراجل هيلاقيها منين ولا منين؟ لو بكره ان شاء الله نادي الزمالك كسب خلاص كده الموضوع اتسهل في بطوله الكونفدراليه بالنسبه ان احنا هنصعد الدور اللي بعد كده. وكمان في توقف، نجرب بقى اللعيبه في بطوله الرابطه، لان في توقف دولي هيطول لمده شهرين. فجرب زي ما انت عايز تجرب، وانا من رايي طول ما انت مش هتجيب مدرب كبير اجنبي ما تجيبش احسن. اختار جهاز فني وطني تثق فيه يكمل معاك لغايه اخر السنه مع اللعيبه دي، هيبقى افضل بكتير من انك تجيب مدرب حتى لو كويس مش هيقدر يفهم اللعيبه دي وينجح معاهم وهيمشي منك وهيدينك. فيا ريت بلاش نتكلم مع المشاكل، ما قدامناش غير الدعم وبس. كل الزملكاويه ندعم بكره الكابتن احمد عبد الرؤوف، ندعم نادي الزمالك، ندعم لعيبه نادي الزمالك، وان شاء الله نخرج ب3 بونت عشان نركز في اللي جاي، لان اللي جاي ليه كلام تاني خالص.